السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله هنكمل الاختبارات المخصوصة للمحرك، وهنكمل أجزاء المحرك بالكامل بعمرتها وكل اللي أنا محتاجه في خطواتها، وهنكمل باقي تشخيص الأنظمة بإذن الله. فواحدة واحدة بإذن الله هتاخد كل اللي أنت محتاجه كتشخيص وإصلاح في السيارات. دلوقتي أنا ليه بعمل اختبار كبس المحرك؟ أي محرك في الدنيا لازم اوفر له ثلاث عوامل، الثلاث عوامل دول هم اللي بيدوني الاداء اللي انا عايزه. اي عامل منهم اتاثر بيسقط اداء المحرك. ممكن بقى يخش في مشاكل تانية، مشاكل اصوات، مشاكل تاكل زيت، مشاكل الاداء، مشاكل تاكل ميه. كل ده مرتبط بالثلاث عوامل الاساسيه. اول عامل كبس المحرك، لازم يكون كبس المحرك جيد، ده الاساس عندي. تاني حاجه نسبه الخليط الهواء والبنزين. تالت حاجة توقيت ومدة الشرارة، ده على كل المحركات البنزين اللي موجودة بكل أنواعها. ده بيتم عن طريق وحدة التحكم الإلكتروني الانجن مانجمنت. بس الأساس عندي تلات عوامل، أنا عامل كل ده عشان آخد التلات عوامل دول: كبس محرك، ونسبة هواء وبنزين، وتوقيت ومدة شرارة. فبالتالي لو في مشكلة في كبس المحرك هيأثر معايا في أداء العربية. يبقى أنا أول حاجة محتاج أعملها، لو أنا عندي مشكلة وفي عوامل عوامل اصوات في المحرك، عوامل اداء مش مظبوط، عوامل تاكل زيت، هبدا اخش على اختبار كبس المحرك. اختبار كبس المحرك ده هو في الاخر بيشوف مدى الاحكام والحاله الميكانيكيه للمحرك. فبالتالي اول خطوه اعملها عشان اخش اعمل الاختبار ده، لازم ادور العربيه. تدور العربيه ليه؟ عشان توصل لدرجه حراره التشغيل. اوصل لدرجه حراره التشغيل ليه؟ عشان عند درجه حراره التشغيل بيكون ده الخلوص اللي هو اساسي وشغال طول الوقت، فبالتالي اقدر احكم على المحرك في الوقت اللي هو بيشتغل فيه، اللي هو درجه حراره التشغيل. اي حاجه عشان احكم عليها لازم تكون في درجه حراره التشغيل او الظروف المهيئه ليها. يبقى انا اول حاجه لو انا عايز اختبر كبس محرك، ادور عربيه تسخن، تسخن ابطل، وابدا انفخ بالهواء حوالين، افك المباين وابدا انفخ بالهواء حوالين البوجيهات، أربعة ستة أيا كان بقى المحرك، تمانية، عشان بعد ما افك البوجيهات مفيش أي حاجة تنزل جوه السلندر. ده حتى في تغيير البوجيهات العادي. وافك جميع البوجيهات. هتقولي طب هفك جميع البوجيهات ليه؟ أنا هختبر سلندر رقم واحد، بختبر اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. ليه افك كل البوجيهات؟ ببساطة، البوجيه ده لو هو مربوط وانت بتدور مارش، تلات بوجيهات مربوطين، لو انا كنت محرك 4 سلندر وبوجيه انا موصل فيه الجهاز، هل القوه اللي محتاجها المارش نفس القوه اللي هتبقى موجوده اللي هو محتاجها لو انا فاكك الاربع بوجيهات؟ اكيد لا. ليه؟ لان الاربع بوجيهات هو بالتالي ال3 سلندر التانيين شبه مش شغالين، لان هو ما بيضغطش، فبالتالي انا ما حملتش على المارش. يبقى الهدف ان انا افك البوجيهات، ان انا احمي المارش. وده على فكرة من أسباب، على كده يعني أنت بتجيلك عربية خلصانة وفيها طقم شامبر مثلا، ولا فيها عمرة كاملة، ولو خدت قرار عمرة ودورت وهي أصلا بتبقى جاية، غالبا بيبقى جايبة معاها مارش، إن هو عشان بتأخر دوارة فبيعوض ده إن هو بيحمل على المارش. فأنت مش ضامن، أنت جايلك عربية لو أنت فاكر، لو أنت حاطط الأربع بوجيهات مقفلهم ودورت والمارش ضعيف هيتحرق، أنت محمل عليه. يبقى بالتالي عميل يقول لك انت حرقت مارش، طب انت دخلت على تكلفه زياده عليك، طب ليه من الاول اعمل الاختبار بخطواته الصح؟ يبقى اول حاجه انا وصلت لدرجه حراره التشغيل، بعد كده نظفت حوالين البوجيهات وفكيت كل البوجيهات، بعد كده البوابه تكون مفتوحه بالكامل. لو عربيه بوابه عاديه سلك هتخلي حد دايس بنزين على الاخر، لو بوابه كهرباء هتخلي حد جوه او بالجهاز تعمل اكتوجن تيست، تخلي البوابه برضك ايه، مفتوحه للاخر. ليه؟ لان انت بتعمل كومبريشن تيست، ده بتشوف بتسحب كميه هواء وتضغطها وتشوف هي انضغطت قد ايه. فبالتالي لازم تخليك اكبر كميه هواء تخش، في اكبر كميه هواء تخش لازم تدخل والبوابه مفتوحه بالكامل. يعني دي نقطه مهمه جدا، ناس كتير بتسقطها وهي بتعمل اختبار كبس محرك، وهيأثر معاك في الاداء وهيأثر معاك في النتيجه. بعد كده بتفصل حساس الكرنك او فيوز ترمبة البنزين. طيب ده ليه؟
عشان تمنع اي بنزين يدخل جوه السلندر. طب ليه همنع البنزين يدخل جوه السلندر؟ انت مدخل بنزين حي اللي هو بنزين ني بمعنى صح. جه على زيت، هيحل الزيت. حل الزيت، انت ما الطبقه اللي موجوده بتاعت الحمايه حوالين السلندر انت كلها فضيتها، طبقه الزيت اللي موجوده البنزين ده هيفضيها. بالاضافه كمان ان هو سيفتي، عشان لو نوع عربيه مثلا زي سلك بوجيهات ولا حاجه، وفي حصل شراره ولا حاجه، فده حمايه ليك انت. فانت بتعمله عشان حاجتين: بنزين ما يلغيش ما يحلش الزيت، ونفس الوقت ما يحصلش اي حاجه لا قدر الله. يبقى دي الخطوه الثالثه. الاولى درجه حراره التشغيل، فك كل البوجيهات وتنظيف حواليها الاول، تفتح البوابه على الاخر. دي الرابعه، دي الثالثه، ودي الخطوه الرابعه اللي انت ايه، تفصل حساس الكرنك. بعد كده بتدور من 3 ل 4 مرات، وتشوف القرايه بعد كده على جهاز الكبس وصلت لكام، سواء شغال بي اس اي او سواء شغال بالبار. ده موجود وده موجود في العداد عندك. وتبدأ تكرر التيست ده على كل الاسطوانات اللي عندك. وبعد بقى ما تطلع كده النتائج اللي عندك، تبص على النتائج دي. لازم الفرق بين الاسطوانات كله ما يعديش 1 بار. الفرق لو عدى 1 بار يبقى السلندر دي فيها مشكلة. يعني لو واحدة مثلا 12 واحدة 11 شغال، واحدة 12 واحدة 10 ونص، لا انت عندك مشكلة وهيأثر لك معاك في أداء المحرك. لو عندك اسطوانتين جنب بعض، الاسطوانتين قرايتهم ساقطة، فانت كده في عندك لا اما تهريب جوان، لا اما في شرخ فاتح الاسطوانتين على بعض بيخلي الضغط قليل. لو الضغط منخفض في كل الاسطوانات بمقدار ثابت عن القيم بتاعتها، لو العربيه خلفك كتير هتعمل معاك العيب ده، انها بتاثر في الكفاءه الحجميه. طب لو الضغط مثلا الشركه بتقول لك ان العربيه دي ضغطها طبيعي 12 بار، وانت عملت اختبار كبس المحرك طلع 14، يبقى كده المحرك كويس جدا؟ لا، كده المحرك محتاج عمره. ليه؟ لان المحرك ده فيه كربون كتير على السلندر. انت لو جيت، الكربون فيه كربون بالاضافه ان فيه تسريب زيت من الشنابر، فالكربون مع تسريب الزيت بيعمل احكام اعلى من اللازم، فيرفع معاك الكبس. يبقى انت كده محتاج عمره كامله. ولو نضفت طبعا الكربون اللي موجود المكنه فوتت. فده عشان تحليل النتائج. طب افرض انا لقيت مثلا سلندر سقط عندي، سلندر رقم مثلا مسجله 9 والباقي مسجل 11، فانا عندي المشكله السلندر دي فيها مشكله. ففي حاجه اسمها ويت كومبريشن تيست. ايه الويت كومبريشن تيست ده؟ بتجيب معلقه زيت وتفك البوجيه وتحط معلقه الزيت، نفس الفكره احنا كنا بنقولها دلوقتي بتاعت الكبس المحرك اعلى من اللازم. معلقه الزيت دي هتخش هتعمل احكام هنا من الشنابر، وابدا ادور كبس المحرك. لو رفع يبقى انا عندي العربيه دي فيها طقم شامبر، لان كبس المحرك هنا الزيت ده عوض فرق الشنابر. طب لو لعبت في الصبابات، لا الكبس هيفضل زي ما هو، يبقى انا عرفت ان العربيه دي هتفك وش سلندر عشان اراجع على الصبابات، لان الصبابات دي فيها تهريب. في بقى حاجه اسمها رانينج تيست، اختبار. عشان لو سمعت عنه، احنا كده كده ما بنعملوش في الاختبار بتاع فك العمره، لكن بنعمله في اختبار اداء المحرك. ايه الكومبريشن ايه الرانينج كومبريشن تيست ده، او دايناميك كومبريشن تيست، ايا كان المسمى بتاعه ايه. بتفك بوجيه واحد وتركب جهاز الكبس وتدور المحرك، وتشوف القرايات قد ايه، وتشوف الاربع اسطوانات او 6 اسطوانات او 8 اسطوانات مديك قرايات قد ايه. لو كلهم بنفس القرايه تمام. لو في اختلاف هتشوف العيب، اللي هو الاختبار ده بيقيس الكفاءة الحجمية. العيب ده بقى جاي من الشكمان، علبة البيئة مسدودة، العيب ده جاي من فلتر هواء مثلا مكتوم، جاي منين. بس مش دقيق قوي، فبالتالي ملوش شهرة ولا ليه استخدامات كتير عندنا في مجال الإصلاح والصيانة. طب انت دلوقتي احنا قلنا لو ما عندناش كمية كبس بتاع المحرك هجيبه سيرفيس مانوال. ما عنديش سيرفيس مانوال، تدور على المواقع كتير، هتلاقي في مواقع بتدي اداء المحرك، تاخد نسبة اللي هي في اداء المحرك وبديك معاها كومبريشن
ريشيو، نسبة الانضغاط للمحرك مش كبس المحرك، في فرق. تاخد نسبة الانضغاط دي وتجمع بس المعادلة دي بالبي اس اي. نسبة الانضغاط مثلا طلعت 10 بي اس اي، تضرب 10 بي اس اي في 14.7 هيطلع معاك، ثواني نحسبها اهو مع بعض بالآلة. عندي 14.7 في 10 زائد 14.7 زائد 5، تلاقي ان كبس المحرك ده المفروض يطلع معاك 166.7 بي اس اي. فانت بالتالي تشوف بقى قراياتك قد ايه بالنسبة للي موجود عندك. ده كده الاختبار الميكانيكي، ان انت بتجيب جهاز كبس المحرك وبتختبر بيه المحرك نفسه. تمام، وده ادق اختبار ممكن عن الاختبار التاني. يعني ده انا دلوقتي لو عايز احكم محرك هفك محرك مسقط بيستم ولا لا، ولا بيستم ولا كسره شامبر، ولا فيها شامبر فيه مشكله، ولا انا بعتمد في الاساس على قرار فك المحرك على الاختبار اليدوي اللي هو احنا اتكلمنا عليه. تمام، اللي هو ببدأ فك، اوصل لدرجة حرارة تشغيل، انضف بوجيهات، افك البوجيهات كلها، اخلي الباب مفتوح على الاخر، ادور مارش من 4 ل5 مرات وانا شايل حساس الكرنك واخد القراية بتاعتي. في بقى اختبار تاني اسمه Relative Compression Test. ده بيتم عن طريق يا اما عندك سكوب، لو انت شغال في مصر معظم العربيات الموجودة بالاعطال الموجودة مش محتاجة سكوب، ومحتاج مش انها هتبقى تكلفة عالية، مش هتجيبها فرق مصنعيات. لا اما في اجهزه النقل مثلا كله، اكيد على محرك نقل بالحجم الكبير ده مش هقدر اعمل له تيست بيدوي، فبتعمل له relative compression test. الريلاتيف كومبريشن تيست ده في الملاكي في اجهزه بتكون داخل العربيه فيها التيست ده، تديك الريلاتيف كومبريشن تيست، تخش على الكنترول بتاع الانجن تعمل ريلاتيف كومبريشن تيست، فيقول لك بعد ما الريلاتيف كومبريشن تيست بيطلع لك حاجه من الاثنين، يا اما جراف زي الشكل ده كده، لا اما بنسبه مئويه. نسبه مئويه لو واحد ساقط هيقول لك رقم 4 ساقط، رقم 2 ساقط، رقم 3 ساقط، رقم 6 ساقط. طب لو بجراف بالشكل ده، بص كده معايا، هو بيديك مع حجم الاسطوانات، ادي بقى شكل 4 مفصول اهو. شايف؟ بص معايا لما 4 بيفصل بيبقى ماشي معاك الكومبريشن اهو، ويجي عند 4 يسقط، ويجي عند 4 ويسقط، ويجي عند 4 ويسقط. ده بجهاز سكوب، بس هي بتبقى نفس الفكره مع اجهزه تشخيص الاعطال. تمام، شكرا، السلام عليكم.